تعالَ بس هات كوباية شايك، هات كوباية شايك بس وتعالَ بس، مش هنتكلّم في كورة، كورة إيه يا عم وقرف إيه يا عم، إحنا خرجنا بشكل مش حلو. الطيارة الأخيرة والخسارة الأخيرة لمباراة نيجيريا ومصر وخسرنا ضربات الترجيع ب4-2. بس عندي كده كام سؤال، عشان متنرفز، أصل أنا متنرفز بعد المباراة وبعد اللي أنا شُفته في المباراة. لأ متنرفز، والتصريحات وجماهير المغرب والنشيد الوطني كل ده هاتكلّم فيه. بس أنا عايز أقول لك حاجة، يعني تريزيجيه ده بيلعب كورة ليه يعني؟ محمد صلاح ده يعني إيه اللي عمله مع منتخب يعني؟ هو ليه حسام حسن ثابت على صلاح؟ يعني ليه حسام حسن ما بيطلّعش محمد صلاح؟ يعني هو آخد عليه شيكات ممضيه على كمبيالات والّا إيه؟ أنا عايز أفهم بس، كراجل مشجع وباتفرّج على كورة أنا عايز أعرف، حسام حسن محمد صلاح ممضّي حسام حسن على كمبيالات والّا إحنا مش عارفين؟ يمكن حسام حسن ممضيه على كمبيالات. هو بُص، لو طلّعتك يا صلاح قدّم الكمبيالات للمحكمة. أنا باقول لك، أنت إيه يا محمد يا صلاح، وأنت إيه اللي قدّمته، وأنت إيه اللي عملته مع المنتخب؟ وإيه وإيه كَم الكعبلة اللي حاصلة في الملعب دي؟ يا راجل أقسم بالله يا ريتنا طلعنا من ماتش بنين، أقسم بالله يا ريتنا ما كمّلنا بسبب المشاكل اللي حصلت. أنا أول مرّة أشوف بطولة يبقى فيها كَم التصريحات وكَم المشاكل اللي حصلت في البطولة دي. بعيدًا عن اللي جماهير المغرب عملته النهارده، ده هنتكلم فيه ده هنتكلم، ده قصة تانية، والنشيد الوطني والصفافير والجو الكعبلة السودا دي اللي حصلت هنتكلم فيها. بس أنا باتكلم محمد صلاح بيلعب كورة هو وتريزيجيه ليه؟ أنتم بتعملوا إيه؟ تريزيجيه ده أقسم بالله، أقسم بالله أنا لو مسؤول في النادي الأهلي دلوقتي، لقسمًا بالله لأفسخ عقد تريزيجيه ده. محمد صلاح أنت قدّمت إيه يا محمد أنت عشان أنا نفسي أفهم والله، نفسي حد يجاوبني يقول لي محمد صلاح ده يا جماعة قاعد في منتخب مصر ليه؟ ما ريّحش ماتش ليه؟ نفسي أفهم. أنا نفسي أفهم منتخب نيجيريا 26 محترف في منتخب نيجيريا، اللعيبة كلّها النهارده بتلعب زي ما يكون ماتش final. يا جماعة إحنا في كارثة، إحنا في كارثة صعبة أوي يا جماعة، كارثة صعبة أوي. مش عايز أتكلّم فنيات كورة، خلاص الواحد زهق من الكورة ومش عايز أشوف شكل الكورة مع المنتخب، لإن أصلًا ما بيقدّموش كورة. مش هاتكلّم عن أنا جاي النهارده بقى هاتكلّم عن جماهير المغرب والتصريحات اللي طلعت. بُصّوا يا جماعة مش عايزين نمثّل على بعضينا، إحنا طول عمرنا كعرب إحنا بنستنى المنتخب العربي التاني يُقع عشان يطلع. لو المغرب وتونس والجزاير كُلّه لو في بطولة واحدة، إحنا بنتمنى أي منتخب عربي يطلع. بجد ده من زمان، مش عايزين نمثّل على بعضينا ومش عايزين نعمل جو اللي إحنا بنحب بعض والجو ده، لا، 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 خلّينا واضحين. بس النهارده النشيد وطن بلدي بيتقال في الاستاد وجماهير المغرب ده تعمله، إحنا بعدنا بعيد كل البُعد عن الكورة، بعدنا كل البُعد إن إحنا بنتكلّم في الكورة. إحنا كده ما بنتكلّمش في الكورة، إحنا بنتكلّم في كُره وعَمى غير طبيعي لجماهير المغرب لمصر. أيًا يكن تصريحات حسام حسن والمشاكل اللي عملها وأنا متّفق جدًا، جدًا، جدًا تصريحات حسام حسن ما كانتش في محلها، وتصريحات الصحفي المغربي ما كانتش في محلها. بس إن ده ما يسمحش لجماهير المغرب اللي كانت حاضرة مباراة مصر ونيجيريا 38,000 من جمهور المغرب حاضر، وصفافير وصافرات استهجان في النشيد الوطني البلدي، دي أنا حاجة ما احبهاش وما احترمهاش. النهارده في كل اللي المغرب كانت بتعمله البطولات اللي فاتت والتقديم وإن هي تبدأ تعمل أفريقيا عندها في المغرب أو تجهّز أو كل الكلام ده، ده لا يسوى شيء جنب نشيد وطن بلدي. عدم المساس بيه، عدم المساس بيه، ده كل البُعد عن الكورة. سلام.